ورجعنا لكم من الفاصل أعزائي المشاهدين، ومعنا موهبة صغيرة وجميلة جدا ومعاها محتوى حلو جدا ومفيد. معنا ومعاكم روضة عبد الستار. أهلا بيك يا روضة. أهلا وسهلا بيك. عرفيني بنفسك. أنا اسمي روضة عبد الستار، عندي 10 سنين، من محافظة الفيوم، بقدم محتوى على اليوتيوب. امتى بدأتي المحتوى ده؟ بدأت المحتوى وأنا عندي 7 سنين، يعني دلوقتي بقيله يجي 3 سنين. ما شاء الله. طب ايه اللي شجعك ان انتي تخشي في الموضوع ده؟ اللي شجعني كانت أختي مريم، وهي اللي بدأت معايا القناة من أول فيديو، وهي اللي كانت يعني بتعمل لي الفيديوهات وبتشجعني على كل حاجة. كان في حد بيساعدك في الموضوع وماشي معاكي فيه؟ ايوه طبعا، اختي مريم كانت هي يعني اللي بتمنتج لي، اللي بتصور لي، هي اللي بتعمل لي الفيديو. يعني انا كنت بعمل حاجات بسيطه خالص يعني في المونتاج وحاجات زي كده يعني. طب القناة ايه المحتوى اللي موجود فيها؟ القناه من الاول كانت هتكون دينيه بس، يعني احاديث وتفسير وقران، حاجات دينيه. تمام. لكن طبعا مع الوقت خلتها علميه وثقافيه ومشاوير علميه وترفيهيه شويه برضه يعني. تمام، وطبعا سمعت ان دين. هي للأطفال، فاشمعنى المحتوى بتاع الأطفال؟ هي بتاعت الأطفال عشان مثلا الأطفال عايزين يعرفوا هما ليه ما ينفعش يكذبوا. تمام. فالكبار ممكن يصوروا بطريقة دردشة مع كبار في سنهم، لكن تمام. الصغار بقى بيحكوا قصة، بيمثلوا، فالموضوع بيكون مسلي أكتر إن هو يحفز الطفل إن هو ما يعملش الحاجة دي فعلا. انتي اللي بتعرفي ان انت تعملي كده ولا اختك اللي هي بتساعدك؟ هي أختي بتساعدني وأنا برضه بعرف يعني. طب ايه الانواع اللي موجودة في القناة؟ يعني بتعرفي تفرقي ما بينها ازاي؟ يعني هي مبتعدة عن بعضيها، يعني دي مشاوير وثقافي، وده علمي، ده ديني، ده ترفيهي، حاجات زي كده. بتعرفي ازاي انك يعني تعملي وقت ما بين حياتك ودراستك وانك تعملي محتوى؟ تلاقي وقت منين لكل ده؟ يعني مثلا هو أنا ببدأ يوم في الشهر مثلا، تمام. بعمل اللي أنا هعمله في النهار، أذاكر، أعمل يعني اللي أنا هعمله، وبالليل من بداية الساعة 7 أبدأ أصور، علشان المكان اللي أنا بصور فيه بيكون أحلى بالليل. فأنا بصور بالليل وبرضه البيت بدأ ينام والشارع ما تمام. بقاش فيه أصوات. فهو الليل يعني بصور دايما بالليل من بداية الساعة 7 ممكن 5 الفجر. كان ايه الصعوبات اللي واجهتك في الموضوع ده، في التصوير وكده؟ الصعوبات اللي واجهتني يعني كانت مثلا حاجة في المونتاج أو حاجة في التصوير، مثلا نعرف حاجة هتخلي الموقف أفضل فنعيد، يعني هي حاجات زي كده برضه بس. كان في انتقادات في الموضوع عليكي؟ لا خالص. يعني المحتوى كان حلو وكله بيشكر فيه والدنيا تمام؟ أيوة كان كله بيشكر فيه صراحة. تمام. في لحظة حسيتي فيها انك هتبطلي؟ ايوه، هو يعني بتكون نوبة عصبية، مثلا اكون عدت مشهد كذا مرة، او في كلمة صعبة في الجملة اللي بقولها فاضطر اعيد، او مثلا نفتكر حاجة هتخلي المشهد افضل فبرضه يعني هي بتكون حاجات تبع كده، لكن طبعا باجي عشان بحب المحتوى اللي انا بعمله جدا. القناة بتاعتك وصلت للحاجة اللي انت عاوزاها؟ هو احنا لسه بنستمر في الموضوع ده. يعني في تقدم ولا لسه مش زي ما انت عاوزة قوي؟ هي مش زي ما انا ما عايزة قوي، لكن في تقدم. بتحلمي القناة بتاعتك توصل لفين بعدين؟ بحلم ان القناة تكون سبب علم لناس كتير، لأطفال كتير، وبرضه في كبار بيتابعوني، يعني تكون علمية. ده اللي أنا بحلم بيه، وتكون كبيرة قناة تمام. علمية. ممكن نعرف حاجة من الحاجات اللي انت بتقدميها؟ يعني اديني نبذة عن الحاجات اللي انت بتقدميها، كلميني فيها. يعني ايه المواضيع؟ مثلا مواضيع اطفال، الحاجات دي بتتكلمي عنها ازاي؟ هو أنا مثلا لو دخلنا في حاجات الأطفال اللي هو الكذب ومش يعني والصياعة، بتحكي قصص ولا بتقلدي؟ أنا بحكي قصص وبمثل وبرضه بقلد، يعني بتكلم كده. كلميني عن اكتر فيديو تعبتي فيه بس انت بتحبيه. اكتر فيديو تعبت فيه بس انا بحبه هو مسلسل رمضان، اولا عشان كان اول مسلسل اعمله في القناة كلها، تمام. ثانيا ان هو يعني كان اماكن كتير، مشاهد كتير، يعني كان في حركة كتير، فانا حبيت كده، وعشان انا اللي مثلت كل الشخصيات اللي فيه. قدرتي تعملي كده ازاي؟ يعني ازاي تمثلي كذا شخصية في مسلسل واحد؟ وهو اللي انا عرفت ليه، علشان انا اصلا قناتي لوحدي، فهو الموضوع مش غريب عليا.
طب كنت بتتكلمي في ايه عن المسلسل بتاع رمضان؟ المسلسل بتاع رمضان مكون من 5 حلقات. الحلقة الأولى بلاقي فيها بوكس، البوكس ده بيكون فيه خريطة، الخريطة تدلني على بوكس تاني لحد ما بوصل للكنز في آخر حلقة. بس برضو يعني قدرت ازاي توازني بين كل ده؟ يعني اكيد اتعلمتي ازاي، او كنت بتعملي جزء مثلا وتمنتجيه وتعملي جزء تاني ولا؟ أيوة، هو أنا عملته قبل رمضان أصلا، يجي أسبوع مثلا أو أسبوعين كده. كانت فكرته عن رمضان ولا براها؟ لا، هو أنا كنت عاملاه رمضان. كان يعني عبارة عن ايه؟ يعني عبارة عن صوم ولا؟ لا، هو كان عبارة عن إن أنا يعني بروق البيت لرمضان وكده، فبشغل حاجة رمضان وبقعد أدور، فبلاقي في مكان بوكس، البوكس ده بيكون جواه لا، بيكون جواه كلام يعني، تمام. رسالة. فالرسالة ديت بتدلني لبوكس موجود ايه تاني. في الرسالة بقى؟ الرسالة بيكون محتواها يعني بيكون مكان، يعني بتكون هي جواها ابحث عن العلم، يعني حاجة زي كده، عشان هي تمام. بتكون في النهاية أصلا بيكون كتب. تمام. يعني فالجزء التاني بيكون برا البيت، ببحث عن البوكس اللي بعديه، فالبوكس اللي بعديه بلاقي فيه خريطة، الخريطة دي تدلني وفي على، النهاية بقى بتوصلي لإيه بعد ده كله؟ بوصل لبوكس. في ايه البوكس؟ البوكس ده بقى فيه الكنز. الكنز عبارة عن 5 كتب. تمام. في بيتكلموا عن حاجة معينة؟ لا، هما يعني مش تبع رمضان، هما كتب عشوائية يعني. تمام. ازاي بتقدري انك تكملي في المجال ولسه صامدة لحد دلوقتي؟ لا، هو انا صراحة بعتبره يعني كايه، كدرس ليا وكترفيه ليا. يعني لما بعمل فيه حاجة ترفيهية بعتبرها لعب ليا انا يعني، تمام. ولما بعمل فيه حاجة علمية بعتبر نفسي باخد كورس عادي جدا، لكن بيكون برضو ممتع. تمام. طب يعني الدراسة بتعلمك حاجة في الموضوع ده ولا هي خارجها؟ لا، هي خارجها، الدراسة ملهاش دعوة بالكلام ده. الموضوع ده مأثر على دراستك او حاجة؟ لا، زي ما قلت لك، يعني بيكون يوم واحد ممكن اصور فيه لشهر قدام. انا بنزل كل اثنين وخميس، فيعني حلقتين في الاسبوع، فيعني ممكن اصور حلقة الشهر كده، بصور كل فين وفين. بتصوري بقى كل يوم حاجة مختلفة ولا حاجة معينة؟ لا، هي مش حاجة معينة، هي يعني حاجة بتعملي مختلفة. كذا فيديو، مثلا الفيديو ده نوع كذا والفيديو ده نوع اه كذا، بي وتنزليهم بقى كل يوم مثلا مجال معين؟ اه هو مش تمام. بيكون يوم تبع حاجة معينة. يعني انتي مش مقسماهم مثلا كل يوم حاجة مختلفة كده؟ ايوه، هو كل يوم في التنزيل حاجة مختلفة. تمام. اما اليوم اللي بصور فيه كذا حاجة، يعني مش بصور بيه محتوى واحد. حد يعني مين اللي وقف جنبك اكتر ودعمك ووصلك اللي نفسك فيه؟ كانت اختي مريم، هي اللي بتصور لي، هي اللي بتمنتج هي لي. بتعمل باين بودكاست برضو ساعدتك فيه صح؟ ايوه، هي بتعمل بودكاست بتدعمك فيه بالموضوع ده؟ ايوه، هي اصلا هي اللي اقترحت لي موضوع القناة. ساعدتك فيه ازاي؟ يعني هي اللي قالت لي يلا نعمل قناة وكده، فانا اتحمست، وانا طبعا كنت صغيرة لسه ما اعرفش اعمل مونتاج وكده، فهي صبرت معايا كتير. كانت بتقولك تعملي ايه او كده؟ هي كانت بتقولي قولي كذا وكذا وكذا، وتشرح لي بقى بتصوري قبل بوشك بقى ولا بتطلعي تقولي حاجة من ورا الكاميرا؟ ازاي؟ يعني بتطلعي بتعملي بصوتك مثلا حاجة قرآن، حاجة أطفال، ولا من ورا الكاميرا؟ هو انا بمثل شخصيتين، مثلا يبقى حد يعني بيندهلي. بتصوري بصورتك كده انت اللي بتصوري وبتطلعي بطلع. بالشخصيات؟ اه تمام. بس ازاي يعني بتقولي ايه او بتتكلمي مثلا لو ديني بتقولي عن ايه؟ بقول مثلا، بقول سورة من القرآن وبعديها بفسرها لكن في حلقة تانية. يعني صوتك حلو انك بتلقي وكده قرآن؟ الحمد لله. تمام. وايه تاني؟ وبقى أحاديث، يعني بقول أحاديث. وعندي برضو سلسلة قصص شتوية. تمام. وعندي برضو سلسلة قصص شتوية، يعني بتتكلم عن بنزل. ايه الشتوية دي؟ يعني وانا صغيرة كنت بحكي قصص عادية ترفيهية، لكن برضو فيها نبذة العلم. تمام. لكن الشتاء اللي فاتت ديت خلاص بقت كبرت وبعرف اتكلم كويس، فعملتها عن ال10 المبشرين بالجنة. ما شاء الله، حلو.
وعملتي ايه تاني؟ احكيلي. يعني حاجة غير القرآن بقى، عملتي ايه تاني؟ هو انا بعمل تجارب علمية مثلا، يعني علمية بضيف كذا على كذا فيعمل لي كذا وكده. وبرضو يعني مشاوير مثلا ثقافية، مثلا يعني المتحف المصري بقعد اتكلم عن التحفات اللي فيه. وانتي بتعرفي تتكلمي عنه وعارفة معلومات عنه، ولا بتجيبيها بقى لا، هو انا بكون عارفة معلومات عنه وببحث عن معلومات اكتر عشان الفيديو يكون يعني علمي، ما يكونش فيديو شورتس كده وخلاص. باباكي ومامتك بقى واقفين جنبك وبيدعموكي في الموضوع ده؟ اه طبعا، هم اكتر ناس بيشجعوني صراحة. انا بشكرك بجد ونورتيني النهارده، وكانت حلقة جميلة، وانتي ضيفة جميلة قوي وصغنونة، وان شاء الله توصلي لنفسك فيه. ربنا يخليك. ربنا يخليكي يا حبيبتي. اعزائي المشاهدين، هنطلع نشوف فيديو ليها من اعمالها، وبكده تكون حلقتنا انتهت النهارده، ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا عودة عبد الستار، وده اول فيديو في قناتي. اذا امتلأ كف اللئيم من الغنى تمايل اعجابا وقال انا، ولكن كريم الاصل مثل الغصن كلما تحمل اصمان تواضع وانحنى. من الذي لا يؤتمن؟ متصنع الود لا يؤتمن، وفاضح السر لا يؤتمن، والشخص المادي لا يؤتمن، وصاحب المصلحة لا يؤتمن، وذاكر الجميل لا يؤتمن، وكاسر الخواطر لا يؤتمن، ومن يأتيك وقت فراغه لا يؤتمن، وإن لم تتخذ الحذر مما سبق فأنت على نفسك لا تؤتمن. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنحكي ملخص كتاب مصروفي يكفي. كتاب مصروفي يكفي بيتكلم عن بنت اسمها مولي. البنت مولي كانت من أسرة غنية، وأبوها دايما كان بيدللها، علشان كده بقت طماعة. كانت مامتها دائما بتقول لها إن المال لا ينمو على الأشجار فأنفقيه بحكمة. من الذي خلق من الهواء؟ عيسى عليه السلام. من الذي حفظ بالهواء؟ سليمان عليه السلام. من الذي هلك بالهواء؟ قوم هود. من الذي خلق من الخشب؟ الحية التي خلقت من عصا موسى عليه السلام. من الذي حفظ بالخشب؟ نوح عليه السلام. من الذي هلك بالخشب؟ زكريا عليه السلام. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهاردة رايحين متحف الصيد في قصر محمد علي. يلا بينا يلا بينا. متحف محمد علي من ضمن 3 متاحف فيهم حيوانات في مصر، منهم متحف الصيد بقصر عابدين ومتحف الجيولوجيا المصري. يحتوي المتحف على 1180 قطعة، أغلبها الحيوانات وطيور وزواحف وقرون. القطعة دي كانت موجودة في أروقة القصر، وتم تجميعها بعد موت محمد علي بعدة سنوات في متحف الصيد. المتحف يضم 3 مجموعات ل3 ملوك وأمراء خلال فترة حكم الأسرة العلوية، وعلى رأسهم الملك فاروق اللي كان بيحب الصيد جدا جدا. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل تجربة النشا والبتادين. احنا معانا هنا بتادين. احنا مش هدفنا البتادين، هدفنا اليود اللي جوه البتادين، ومعانا مية ونشا. هنحط النشا على المية. حد يعرف ايه اللي هيحصل لو حطينا البتادين؟ احنا طبعا هدفنا اليود اللي جواه. اليود ده لما يتحط على المية اللي فيها النشا ايه اللي هيحصل؟ فكروا كده. اليود بيتفاعل مع جزيئات النشا، فبالتالي لونهم بيكون اسود. تعالوا نجرب احنا بقى. لون اسود ده
اللبن المضمون وده اللبن المغشوش. اتكشفت، ودي طريقة بسيطة ممكن تعرفوا بيها اللبن المغشوش من اللبن الحي.